السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى يا جماعة هقول لكم طريقة تنظيف الكاليماري. زي ما انتم شايفين كده حاجة جميلة جدا من المأكولات البحرية، حاجة جامدة قوي، حاجة من النادر لما بتلاقيها. انا كان نفسي فيه من زمان، بس كنت قلقانة من تنضيفه، بس بالعكس طلع تنضيفه سهل جدًا. زي ما أنتم شايفين أنا جبت الكاليماري هو عامل زي القرطاس، الراس داخلة فيه بصبعي زي ما شفتوا في أول الفيديو. هاعمل لكم واحدة تاني، شديت الراس بالراحة من غير ما أفقعها، يعني صبعي كده دخلته لقيته بتطلع من الجلد من جوه. ممكن تشيلي القشرة بضفرِك، وممكن تحت المَيّة، وممكن زي ما أنا باعملها كده بالسكينة. عايزة أقول لكم أي طريقة من ال3 سهلين جدًا، بس أنا بالنسبة لي لمّا عملتها كده بالسكينة ما خدتش منّي أي وقت. بُصّوا، أي حاجة من فوق الوش طلعت. هتيجي عند الديول ديّة، بتشيلي كده الراس بالسكينة وهتفتحيها من النُص، هتلاقي عضمة بيضا هتشديها. هتلاقي بقى كدهوّة إيه، الديول كده فيها زي بزابيس صغيّرة أو فيها قشر، بالسكينة كده هوا، ولا قشّرت بضفري ولا تحت المَيّة. بُصّوا بقى أبيض فُلّة شمعة منوّرة. تفضلي كده تحكي كده الديول كده زي ما عملت القرطاس الكبير والجناحات بتاعته. بُصّوا كل حاجة بتطلع منه، سهل جدًا. يبقى إحنا كده عملنا القرطاس وعملنا الجناحين اللي شابكين في القرطاس، لسه هاطلّعهم وهاقول لكم بيتشالوا إزاي، وبنعمل الديول. عايزة أقول لكم الديول دي لمّا بتتعمل في طاجن طعمها تحفة، روعة. والقرطاس ده يا إما بتحشيه أي حاجة أنتِ عايزة تحشيها، يا إما بتفتحيه وبتقطّعيه شرايح وبتتبّليه وبتقليه، بيبقى خطير جدًا. هنا بُصّوا أي قشرة كده بتتشال بضفر، بُصّوا من غير ما بتضفري، يعني باعمل كده بالسكينة بتطلع على طول. بجد يا جماعة جامد جدًا. يعني أنا ناس كتير جدًا قالوا لي ده طعمه أحلى من السُبيط. طبعًا أنا كلت السُبيط قبل كده بس الكاليماري ما كنتش كلته، بس لمّا ناس كتير كلته أهو. بُصّي دي الجناحات بتاعته شايفينها دي؟ بُصّوا شِلتها إزاي شايفينها؟ وآدي القرطاس، وآدي إيه هاعمل لكم واحدة تاني. كده بقى إحنا نضّفنا كل الكمية، جه دور الغسيل. بُصّوا، كل حاجة عملتها بالسكينة ما خدتش منّي أي وقت. تحت المَيّة كده أنتِ ممكن لو مش عايزة تحطيه بالسكينة، ناس كتير جدًا بتعمله تحت المَيّة كده. تحت المَيّة كده بتمسكوا تشطفوا كده القشرة تطلع. هنا بقى القرطاس بتاعِك هتجيبي المقص هتفتحيه، وهتجيبي قلبه من جوّه كده وتحكيه وتطلّعي أي حاجة فيه. يعني بُصّوا إحنا حكيناه من برّه ومن جوّه، وممكن برضه تعمليه بإيديكِ، بس أنا باحب النضافة زيادة عن اللزوم. تشطفيه كده كويس جدًا. طبعًا الكاليماري دوّة من المأكولات البحرية الجامدة أوي اللي بنموت فيها، زي الجندوفلي والكابوريا والجمبري والسبيط، غير بقى الأسماك بقى بوري، بولتي، سمك بطاطا، أي سمك
بحر بصراحة بعشقه. احنا اسكندرانية لو كل يوم هناكله سمك مش هنزهق منه. بصوا انا بعمل قدامكم واحدة واتنين وتلاتة عشان خاطر تبقى عارفة وايه، وتبقى الطريقة بالنسبة لك سهلة ومبسطة، لان الحاجات دي اهم حاجة يا جماعة فيها النظافة، بالذات الاسماك والحاجات الزفرة. بصوا بقى الديول بتاعته بضفرك كده، اي حاجة فيها بتشديها، احنا حاكين بالسكينة ومخلينه زي الفل. بجد ما خدش مني اي وقت، لان انا كنت اليوم ده جايبه حاجات من السوق كذا نوع يعني سمك، فكنت بنضف، فانا حبيت انزله لكم لوحده عشان خاطر اللي عايز الطريقه بتاعت الكاليماري ما يبقاش في وسط الفيديو، لان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تنضفه او مستصعبه الموضوع. فانا عايزاكي ما يبقاش اي حاجه صعبه عليكي، عايزه تعملي على اي حاجه نفسك في اي حاجه، ادخلي عليها بقلب جامد، روحي واشتري وجيبي وجربي. الحياه دي ما هي غير تجارب. مش شايفينه ابيض شمعه منوره زي الفل؟ انتوا شايفين فرق اللون في اول الفيديو كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي؟ ما تخافيش من اي حاجه، خشي على كل حاجه بقلب. زي المعجنات كده، ناس كتير جدا بتخاف من المعجنات، لا اعجني، ابدأي بنص كيلو. اي حاجه ابدأي بكميه صغيره، جربي فيها، ان شاء الله هتنجح معاكي. ولو فيها اي عيب صغنن المره الجايه العيب ده بيتحسن، فما تقلقيش من اي حاجه، خشي على كل حاجه ايه بقلب. بصوا حتى الميه اللي هي فيه بيضه، بصوا زي الفل ازاي. ولقيتش اي حاجه بزابيز طالعه منك كده بالسكينه بتروحي شايلاها. بصوا دي الجناحات اللي هي فيه، شلتها تاني اهو قدامكم. بت... بين الصبعين كده بتروحي حكاه كده اهوت، كل حاجه فيه زفلطه اي حاجه بتطلع. في ناس كتير جدا قالوا لي الكاليماري ده ممكن تحشيه، مش ما تقلهوش بس. يعني احنا مثلا الجزء ده احنا بناخده بنقطعه شرايح وبنتبله بقى بالثوم والملح والفلفل والبهارات، وبنقليه في الزيت. تمام. لكن في ناس بتقولك ممكن تحشيه جمبري، تحشيه توم، تحشيه اي حاجه. بصوا غسلناه بقى زي الفل ازاي. حطيته في حبه ميه بدقيق، حبه صغننين، ما كنتش 5 دقايق عبال ما صبنت الحوض وكده وغسلت ايدي. دلوقتي هشطفه بس من الدقيق. ولو في اي حاجه بتعمليها تحت الميه. بجد يا جماعه غسيله سهل جدا، مش صعب خالص، والموضوع بسيط جدا وسهل. احنا كنا غسلناه وخليناه زي الفل، بس عشان انا حطيته في الدقيق بشطفه بس من الدقيق. زي الفل بقى، بصوا ابيض زي الفل شفاف، شايفين الجمال؟ روحي جيبيه وجربي ونضفي بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، وهتدعي لي. مش هتاخد منك اي وقت، ما خدش مني بصراحه، ما كملش 10 دقايق، مش هقول لك 5 دقايق، لا 10 دقايق، لان انا كنت بعمل براحتي وكنت ايه قلقانه من التنظيف شويه. شايفين الجمال والحلاوه والبياض؟ كميه حلوه مش قليله. طبعا بقى يا جماعه دي كانت الطريقه بتاعتي، شايفينه شفاف وابيض زي الفل. طبعا بقى مش هوصيكي، لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالدعوه الحلوه والكومنت والاشتراك لقناتي، ولو الفيديو بتاعي عجبك تعملوا مشاركة عشان كل حبايبك واصحابك يشوفوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.